كل الناس عمالة تتكلم عن البرمجة وإن أنت لازم تعلم ابنك البرمجة في وقت بدري عشان هي المستقبل، بس محدش بيوضح لك إيه اللي ممكن فعلا يعمله طالب عنده 9 سنين أو 15 سنة. يعني ممكن يعمل إيه بالبرمجة أصلا؟ يعني هو بجد هيستفاد إيه لما يعرف الفرق بين مجالات البرمجة، ولا يكتب مثلا سطر كود ويطلع له ايرور ويحله؟ إيه الفايدة من الموضوع ده؟ وهل فعلا هو ممكن يشتغل ويقبض بالدولار ولا لأ؟ تعالوا النهاردة هوضح لكم الإجابة على الأسئلة دي، وخليك معايا لاخر الفيديو عشان ان شاء الله جايب لك عرض حلو وهينفعك. وخلونا نبدا اصلا من اول الحكايه خالص كده، ليه اصلا البرمجه اتشهرت قوي في الفتره الاخيره دي؟ والسبب بصراحه حاجه بسيطه جدا، ان مرتبات البرمجه فعلا مرضيه على عكس وظائف تانية انت بتشتغل فيها بس ما بيدكش الرواتب يعني اللي انت مستنيها مثلا. فكله بقى بيتجه ليها عشان يأمن لنفسه مصدر دخل كويس فعلا يقدر ان هو يعيشه. بس كله اصبح ان هو بيبص للناتج، بس بيبص للمرتب اللي هو ياخده، بس محدش بيبص على الرحلة من الاول خالص. محدش بيبص او بياخد باله من التعب اللي انت لازم تعمله عشان توصل للناتج ده. ده حاجة بسيطة كده، عاملة زي لو انت مثلا بتزرع زرعة وعايزها تطرح، انت بتعمل ايه؟ مثلا بتسقيها، بتهتم بيها، بتعمل حرفيا كل حاجة مع الزرعة دي عشان بعدها بفترة تديك المردود اللي انت كنت مستنيه من الأول. اهو ده بقى نفس الموضوع ينطبق على البرمجة. كل الناس بتهتم بالزرع اللي هي الناتج، بس محدش بيهتم مثلا بالتفاصيل اللي بتحصل في الأول. كل الناس عايزة تقبض في الآخر بس مش عايزين يتعبوا في الأول. وفي فئة تانية من الناس اللي بيحطوا فعلا مجهود ومستنيين الناتج، بس للأسف كل المجهود اللي هم بيعملوه بيكون في طريق غلط. وده اللي انا جاي اوضحه لك النهارده، ان الفايده فعلا من ان انت تعلم ابنك البرمجه من وقت بدري. هي الحقيقه مش فايده واحده، او الفايده بتاعتها مش مقتصره فعلا بس على البرمجه، لا ليها فوائد كتير جدا. خلينا ناخدها بمثال بسيط، وهي البرمجه فعلا عامله زي الرياضه. الرياضه دي انت دلوقتي مثلا لو في كليه او في الثانويه، فانت بتحل مثلا معادله فيها متغيرات كتير، وفيها مثلا معادله الخط المستقيم وحاجات كتير مثلا بتبقى صعبه عليك. فلو جيت تبص على الطريق ده من الأول، أنت كنت محتاج فعلا إيه عشان توصل للمرحلة دي؟ هل أنت مثلا مولود كنت بتعرف تحل الحاجات دي؟ الإجابة طبعا لأ. أنت خدت السلم واحدة واحدة، اتعلمت مثلا الجمع، بعدها الطرح، بعدها القسمة، الضرب، وفضلت تعلى واحدة واحدة كده مثلا مع مرور الوقت. خدتها من الابتدائي، إعدادي، ثانوي، لحد ما وصلت فعلا إن أنت قدرت ان انت تحل المعادله الصعبه دي. او نفس البروسيس دي بتطبق على البرمجه. لو ابن حضرتك بدأ المشوار من بدري وتعلم البيزكس بتاع البرمجه بطريقه سهله فعلا تقدر انها توصل له المعلومه بابسط طريقه، بحيث ان هو فعلا يقدر يفهمها، هيوصل مثلا من ان هو قبل ما يخش الكليه يكون فعلا هو سابق وعارف المصطلحات وفاهم الدنيا ماشيه ازاي. يبقى فاهم ساعتها البيزكس بتاع البروجرامنج، الكونديشن واللوبس والحاجات دي كلها، اللي اي طالب في حاسبات او في هندسه لسه داخل في اول مثلا سنه ولا سنتين، لسه اول احتكاك ليه مع البرمجه، بيبدا بقى ان هو يتعامل مع الحاجات دي ويغرق ويقوم ويعدي ومش عارف ايه. وفعلا في ناس كتير بتقضي ال4 سنين ما عندهمش علم باي حاجه من الحاجات دي، وبرضه بيكتسب خبره بين المجالات اللي موجوده. مثلا عندك مجال زي الفرونت اند، باك اند، بيعرف مثلا حاجه زي الفلاتر، مثلا اي. بيبدأ من هو صغير، يبدأ ان هو يكون فكرة في دماغه عن التراكات الموجودة. فهو من ساعتها بقى، من شوف من قبل كده، من قبل ما يخش الكلية أصلا هو مقرر أصلا التراك اللي هو هيكمل فيه. ودي نقطة برضو من النقط الكتير اللي الطلبة في كليات حاسبات وهندسة فعلا بتغرق فيها، وبتقضي وقت فعلا كبير في مثلا في تراك، وبعد كده يكتشفوا ان ده مش التراك بتاعهم، ويبتدوا ان هم يشفتوا يروحوا تراك تاني، وعلى ما يعمل الخطوة دي يكون اصلا عمره بتاع الكلية راح. فهو لو خد البرمجة من هو وقت صغير كده هيبقى سابق، هيبقى فاهم دماغه هو يعني هو بيحب ايه. مش هيضطر بعد كده مثلا ان هو يشفت، او يعني ده المجال ده مش بتاعي. الحاجات دي يعني هيعملها بس وهو لسه صغير بقى، مع وقت براحته، مش هيبقى مزنوق قدام. ومش بس ان هو يقدر يفرق بين التراكات وبعضها وان هو يكون عنده خلفية عن البروجرامينج، هو كمان لو هو كويس فعلا ومهتم بالبرمجة، هو يقدر ان هو يشتغل ويعمل تاسكات مثلا فريلانس وفعلا يقبض بالدولار. محتاج بس اوضح نقطة بسيطة بما ان انا ذكرت موضوع الشغل ده. موضوع الشغل او الفريلانس ما بيبقاش يعني سهل خالص. قليل جدا 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 لما تلاقي طالب مثلا لسه صغير وقدر ان هو يشتغل، لان هو ما بيبقاش لسه بالعقلية الكافية ان هو يقدر يعمل كده. طب هل ده ينفي ان فعلا في طلبة بتشتغل؟ لا، في كتير، وفي كتير فعلا، والناس يعني الواحد بيلاقيهم على لينكد ان، بيلاقيهم بيعملوا تاسكات كتير وموجودين. بس الموضوع ده بيبقى فعلا محتاج تعب ومجهود جامد،
ومش كل طالب يقدر ان هو يشتغل. مثلا في طالب لسه يعني بياخد وقت على ما يتعلم المعلومة، في طالب تاني هو نابغة لوحده كده واخد مثلا من عند ربنا، في حد تاني مثلا تعب على نفسه وخد وقت ومجهود، وبعد مثلا يعني بعدها بكام سنة وهو أصلا بادئ من بدري وقدر إن هو يشتغل. وأصلا في ناس بيتخرجوا من كليات هندسة وحاسبات وبيقعدوا فترة على ما يشتغلوا. فموضوع الشغل ده هو يعتبر نسبي، بيفرق من كل واحد على التاني. طيب ممكن حد برضه يقول لي إن أنا عمال أسمع الفيديو بتاعك ووصلت للنقطة دي، ولو مثلا فرضا إن ابني مش عايز يخش حاسبات أو عايز يخش هندسة، ملوش دعوة بالتراك ده، مثلا بعد كده يخش طب، هيخش مثلا تربية، حقوق، أي حاجة من الحاجات دي، يعني إيه الفايدة بقى من الفيديو بتاعك؟ هقول لك سؤال حلو وكويس إن هو جه في دماغك، وتعالى أعرفك. هو الإجابة بسيطة جدا على السؤال ده، إن أنت في أي حاجة حرفيا دلوقتي في حياتك فيها برمجة. يعني مثلا الفيديو اللي أنت بتتفرج عليا فيه ده، واللايك والشير اللي أنت هتعمله تحت دلوقتي ده إن شاء الله، ده عبارة عن إيه؟ عن برمجة. أنت مثلا هتخلص، لو أنت مثلا دكتور، الأجهزة اللي أنت يعني بتستخدمها دي، ما دي مبرمج برضو اللي شغال مثلا على السوفت وير بتاعها. لو أنت مثلا في حقوق مثلا، ممكن AI يساعدك في الأدلة الجنائية والحاجات دي كلها، ما دي عبارة عن برمجة. وقيس بقى على كده أي شغل موجود في الدنيا دلوقتي، أي حاجة حرفيا دلوقتي داخل فيها برمجة. وحتى مثلا كل التعاملات الحكومية اللي انت بتشوفها اليومين دول كلها رايحة ناحية البرمجة. كلها مثلا انت لما بتيجي تقدم على حاجة في الحكومة، مثلا انت بتبقى في ابلكيشن او بيبقى في موقع مثلا رابط بتخش عليه، على عكس الاول مثلا بتقف في طابور ودنيا. ودلوقتي كل الدنيا رايحة ناحية الحاجة الإلكترونية دي. فهو بالمختصر البرمجة حرفيا داخلة في كل التراكات. فلو هو اوريدي عنده احتكاك بالبرمجة من قبل كده وعنده تجربة وفاهم أصلا البيزكس بتاع البرمجة دي، وفاهم يعني الدنيا ماشية ازاي على الأقل، فده بيديله أفضلية عن ناس تانية. وغير كده أصلا إن البرمجة ما هياش مجرد كود أو مثلا أنت تختار تراك وتمشي فيه، لا، البرمجة حرفيا هي أسلوب حياة. هو مش مجرد سطر كود وبيقابلك مثلا فيه ايرور وبترميه، لا، ده أنت بتفكر فيه وبتفكر تحله ازاي. والتفكير في حاجة زي كده بيعلمك ازاي اصلا تفكر، بيعلمك المنطق من وراء حاجات كتير، بيعلمك ازاي مثلا انت لما مثلا انت قاعد دلوقتي قاعد تسكرول فبتتفرج على الفيديوهات، بدل مثلا ما انت بتتفرج على الفيديوهات ومش فاهم اصلا هي بتتعمل ازاي، او مثلا ازاي الفيديوهات دي اترفعت على السيرفر، فانت لو انت مثلا فاهم برمجة، تفكيرك ساعتها في الفيديوهات دي اصلا بيختلف. انت يعني ساعتها اي حاجة بتعملها في حياتك عموما تفكيرك فيها هيختلف. لو انت مثلا بتلعب لعبة ومثلا الكاركتر بتاعتك بتتحرك بتضرب مش عارف ايه، لو انت بس مجرد ان انت بتلعب فانت بتلعب وخلاص. انما لو انت بتتعلم برمجة، انت ساعتها مثلا هتبقى فاهم الكاركتر دي لما تيجي تضرب اللي قدامك دي بتضربه ازاي، او ايه الامر مثلا اللي هي عملته، فاهم اللوجيك ده كله. انت يعني ابنك بيتعلمه من البرمجه، مش مجرد سطر كود وخلاص. هو دماغه بتتطور وتفكيره بيتغير من كل حاجه، مش بس في البرمجه. من اهم الحاجات اللي البرمجه هتعلمها له ان الوقت بتاعه ما ينفعش يضيع. دي حاجه فعلا لو حد ادركها من سن صغير بجد والله، يعني اللي هيدركها ده هيسبق بسنين ضوئية. فعلا هو من بدري بدري كده فاهم قيمة وقته، هو خلاص كده اتحول ان الدقيقة بتفرق معاه. اي وقت مثلا في حياته هو خلاص اتأقلم ان هو ما ينفعش يضيعه. لو مثلا هو طالب في حاسبات او مثلا طالب دلوقتي بيتعلم برمجة، فهو مدرك ان الدقيقة او اليوم يا عم اللي هو بيقعده ما بيتعلموش، فهو يعني هو خلاص دلوقتي متأكد ان ده ما ينفعش اصلا يحصل. واليوم اللي هيعمل فيه كده هيحس ان في حاجه ناقصاه. هو اول لما يوصل للمرحله دي هو خلاص فهم قيمه وقته. واي حاجه مثلا في حياته بعد كده، مثلا عنده ميعاد، عنده مذاكره مثلا في الدراسه بتاعته، فهو مدرك ان في حاجه وراه النهارده لازم تتعمل، والسكيل دي بيتعلمها حرفيا من البرمجه. فلو فعلا عايز تخدم ابنك علمه برمجه، ودي الهديه اللي انا قايل لك عليها من اول فيديو. شركه فريش كودرز بتقدم كورسات برمجه للاطفال، تاخد ابنك تعلمه البرمجه من الصفر للاحتراف. طريقه بسيطه جدا، الشركه بتاخد ابنك بتعلمه البيزكس بتاع البروجرامنج الاول، بعد كده بتخيره في التراك اللي هو عايز يكمل فيه. الحلو اكتر في الموضوع ان الشركه بتقدم الكورس ده بشكل مجاني تماما. انت كده كده مش خسران حاجه. فلو حابب تقدم وتعرف تفاصيل اكتر، هسيب لك اللينك بتاع التقديم تحت في الديسكريبشن، او البيج خش اسال عن كل التفاصيل وهم هيبعتوا لك. ما تستخسرش او ما تكسلش ان انت تعمل كده او تقدم في الفورم وتملى البيانات، لان الاماكن فعلا محدوده جدا، والوقت بتاع البداية قريب إن شاء الله. فالحق واحجز مكان واضمن عشان الفرصة دي مش هتتكرر. ده كان كل حاجة النهاردة، ولو استفدت مني حاجة ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب.
سلام.